اكلتنا النهارده شهية قوي، بس قبل ما نبدأ نعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا معايا نص كيلو كبدة، حطيت عليها معلقة خل وعصرة ليمونة. الكبدة ما بغسلهاش وبقلبها كده واسيبها شوية عشان تضيع الزفرة بتاعتها. عندنا بقى الطاسة كده على النار وحطيت فيها شوية زيت. هنخلي الزيت بتاعنا سخن قوي، وقطعت بصلة جوليان. احنا هنا بقى بنعمل كبدة العربيات اللي ريحتها بتجيب لآخر الشارع. البصل فيها أساس، بنقلبه كويس كده لغاية ما يدبل معانا واحنا بنشوح البصلة كده. كنت عايزة اقولكم بقى ما تنسوش ان انتوا تدعموني، لان انا بقالي اكتر من شهر تعبانة ما نزلتش اي حاجة، القناة واقفة خالص ومحتاجة دعمكم عشان الفيديوهات توصلكم وتقطع القناة. ودعمكم بيساعدني طبعا ان انزل فيديوهات اكتر، وان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. انا حطيت فلفل اخضر رومي ومقطعاه التقطيعه، طبعا كلنا اي حد هيقطعها، انا مقطعاها شرايح طويله وقطعتها صغيره بحسب الرغبه. عندي هنا فص ثوم عاملاه بقرن فلفل شطه حامي. بس بقى الكبده بتاعتنا هنا ان هي تبقى حاميه، فيها الشطه الحاميه دي بتديها، والثومه كمان فص الثوم مديها ريحه فظيعه. نقعد نقلب فيها كده شويه ونزلنا بالملح، ما نحطش فيها غير ملح وفلفل اسود بس. احنا كلنا عارفين ان الكبده ما بتحتاجش بهارات ولا توابل، هي فلفل اسود وملح عشان طعم الكبده يبقى فيها، والريحه بتاعتها طبعا الخطيره اللي احنا كلنا عارفينها وبنشمها بره كده واحنا خارجين، نبقى عايزين نقف عليها بالطوابير كده عند الراجل. احنا بقى هنعملها في البيت وقلب ريحه الشقه مش قادره اقول لكم. بنشوح بقى الكبده مع البصل مع الفلفل ونقلبه كده في قلب بعض كده مع بعض، واحنا سايبين حته ثومه فص ثومه معانا من اللي احنا حطيناه بالفلفل الحامي. لما في الاخر كده نحطها عليها هتديها ريحه برضو وتعمل تيست عالي في الوصفه بتاعتنا. وطبعا زي ما قلت لكم ما تنسوش تدعموا القناه وتدعموني وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. دي بقى كل سنة طيبين، حاجة مضمونة ونضيفة نعملها لأولادنا. أنا بحبها في فطار يوم العيد الصبح، بحب أعمل الكبدة ونعملها سندوتشات للولاد، تبقى خفيفة وطعمها لذيذ وزي بتاعت بره ويمكن أحلى كمان. هنستمر في التقليب بتاعها لغاية ما تدينا كده صوص جميل وريحة حلوة. حطينا بقية الفلفل والثوم اللي عندنا، الريحة خطيرة مش قادرة أقول لكم، لازم تعملوها وتجربوها للولاد، خفيفة ونضيفة وأحلى من اللي بناكلها بره بكتير. هنخش بقى على فوائد الكبدة كمان. الكبدة احنا عارفين فيها فيتامين د ومفيدة جدا ومغذية جدا، في ناس كتير بتحس ان هي تقيلة، بس الكبدة من الحاجات اللي كلها فوائد. بالنسبة لفيتامين د بقى هديك معلومة على فيتامين د، لأن احنا كلنا بنعاني. هنجيب السمسم ونحمصه وبذر الكتان وبذر اليقطين، وهناخد منه كل يوم من كل حاجة معلقة ونحطها على زبادي على قشطة أي حاجة وبناكلها وهتحس بالفرق. ودلوقتي بقى الكبدة بتاعتنا خلصت، بقى معايا العيش البلدي. بقى اتيكيت أكل الكبدة بناخدها من الطاسة على الرغيف على طول وبالهنا.